الإخوان الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا أينما كنتم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على القوانين الجديدة اللي دارت في قانون السير الإسباني وكيجهلوها العديد من الناس، فتبعوا معنا حتى الاخر وبارطاجيو باش تعمل فائدة. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. كيف ما كتعرفوا مؤخرا في إسبانيا كتفوا من الحملات والمجهودات من أجل المراقبة والسلامة الطرقية، وزادوا العديد من المعدات من خلال إضافة الكاميرات اللي كتوضع، اللي كيديروها في أماكن ربما كتبان ربما ما تبانش. هاد الكاميرات يعني وصل العدد ديالها 245 كاميرا إضافية غير في هاد الصيف هذا. كذلك زادوا من عدد ديال الدرونات والرادارات، وزادوا من عدد السيارات ديال الترافيك وديال الغوارديا سيفيل. هاد السيارات اللي ممكن تكون معروفة يعني مكتوب عليها الغوارديا سيفيل، ولا تكون مدنية يعني سيفيل ما مكتوب عليها والو، سيارة عادية تتكون غادة تتراقب الطريق، يعني حتى هي ممكن يكون فيها الرادار وتيراقبوا الناس اللي راكبين فيها، كيراقبوا مستعملي الطريق. وهذا الشيء كامل داروه من اجل المعاقبه ديال المخالفين اللي كيقوموا بمخالفات في الطريق، وبالتالي تحرير المخالفات في حقهم. فردوا البال بزاف، وانا غادي نقول لكم المخالفات الجديده اللي دارت في اسبانيا. بالنسبه لاول حاجه كاين الناس اللي كيتكلموا بصوت، كيدخلوا في نقاشات حاده مع احد الركاب، كيهضروا بصوت مرتفع، فهذه ولاو كيعتبروها مخالفة وكيعاقبوا عليها من 500 الأورو و6 ديال النقاط، يعني حسب الزمن. هادشي إلا كان في لوطوبيستا، يعني في لوطوروت داخل المدينة كتغير، يعني كينقصوا، كتولي 100 الأورو و6 ديال النقاط. بالنسبة للموسيقى داخل السيارة بشكل مرتفع، يعني كيزيدوا في الفوليم ديال السيارة شي ناس الله يهديهم، فهذه كذلك مخالفة وكيعاقبوا عليها من 30 الأورو حتى ل 3000 الأورو، كيف ما قلنا حسب المكان والزمان. كاينين شي ناس كذلك كيوضعوا الرجل ديالهم في الطابلو ديال السيارة، فكذلك هذه ولات مخالفة. وهذه المخالفة كتمشي للسائق، يعني هو لحقاش هو اللي مسؤول على السيارة ديالو، فكيعاقبوه بمخالفة ديال 100 الأورو. كذلك إخراج اليد من النافذة ديال السيارة، فهذه كذلك مخالفة كيعاقبوا عليها من 80 الأورو حتى ل 100 الأورو. رمي السيجارة من النافذة ديال السيارة، أو رمي القمامة إلى آخره، فهذه كذلك مخالفة وكيعاقبوا عليها ب 200 الأورو. وكذلك النقص ديال النقاط ديال 6 ديال النقاط من رخصة السياقة. كذلك وضع دوك لي زيكوتور في الودن أثناء السياقة، فهذه كذلك مخالفة. والسياقة بالصندالة، يعني بعض الأشخاص كيسوقوا بالصندالة، أو لا بعض النساء كيسوقوا بالصباط ديال الطالون ديال الكعب، فهذه كذلك مخالفة كيعاقبوا عليها. بالنسبة لوضع الأغراض داخل السيارة، يعني شي أغراض كتكون صلبة بنادم كيحطها في الكرسي داخل السيارة، فهذه كذلك مخالفة كيعاقبوا عليها ب 200 الأورو. علاش؟ كيقولوا بأن ديك الأشياء اللي صلبة ممكن تشكل خطر على أحد الركاب، يعني في حالة بنادم كيفراني بشكل مفاجئ، ربما ديك الأشياء ربما قرعة ولا شي حاجة صلبة كتضرب الزجاج، تتهرش الزجاج، والله يستر بنادم كيوقع في شي اكسيدنتي، كيتسببوا في شي مشكل. هذاك السيبور اللي كيديروا سيبورت ديال الهاتف ولا ديال الجي بي اس اللي كيدار في الزجاج، فكذلك مخالفة، يعني ممنوع منعا كليا دير شي حاجة في الزجاج داخل السيارة. كاينين بعض الناس اللي كيكونوا مسافرين كذلك كتجيهم الشمس، كيديروا شي فوطة على الزجاج
باش ما تضرهمش الشمس، فكذلك مخالفة كيعاقبوا عليها ب40 اورو، يعني حسب الحالة وحسب الوضعية. بالنسبة للسياقة بدون ملابس، يعني كاين اللي ما كيلبس التيشيرت، كيكون غادي للبحر ولا شي حاجة، كيقول صافي بلا ما نلبس التيشيرت، فكذلك مخالفة وكيعاقبوا عليها عفوا ب80 اورو. الشرب والأكل، يعني شي واحد كيشرب جاه العطش كيشرب، ولا كياكل شي إيلاضو ولا كياكل شي حاجة في داخل السيارة، فكذلك 100 اورو. هذا من جهة. بالنسبة لغسل السيارة في الأماكن اللي ما مخصصاش لغسل السيارات، شي واحد تيغسل السيارة في شي أماكن غير مخصصة، فكذلك مخالفة. حمل الهاتف باليد، يعني واخا ما يكونش كيهضر فيه، ولا ما يكونش كيصيفط فيه شي ميساج، غير مجرد حمل الهاتف باليد، فكذلك مخالفة وكيعاقبوا عليه ب200 اورو، والخصم من النقاط ديال رخصة السياقة ديال 6 النقاط كيتنقصوا من رخصة السياقة. بالنسبة لعدم حمل رخصة السياقة، شي واحد سايق وما ديش معاه البيرمي، كذلك مخالفة، وهنا أقل مخالفة 10 الأورو. بالنسبة للعديد من الناس كذلك كيكونوا معاهم الأطفال ديالهم، كيوصلوا شي بلاصة كيبغيو يرتاحوا، كيقولوا للدراري بقاو في السيارة، هما كيمشيو يتقداو ولا شي حاجة كيخليو الدراري في السيارة، فكذلك مخالفة. علاش؟ كيعتبروا بأن الدراري صغار ممكن يسبوا خطر على نفسهم، ويسبوا يقيسوا شي حاجة في الطوموبيل والفران امان ولا شي حاجة وتزيد الطوموبيل. هذه مخالفة كيعتبروها مخالفة غرافي. كاين شي ناس بالنسبة للاسيورونس كيكونوا مسافرين، كيقولوا غنخليو السيارة مركونة في شي بلاصة بلا ما نقطعوا لاسيورونس حتى نجيو، حتى نسافروا شهر ولا شهرين عاد نجيو، وديك الساعة نقطعوا لاسيورونس، فكذلك هذه مخالفة. يعني الناس ديال المراقبة ديال البوليس كيكونوا كيراقبوا كيقوموا بالمجاولات ديالهم، كيشوفوا السيارة مركونة في واحد المكان، لا غد لي كيشوفوها في نفس المكان، يعني ما كتحركش، تما كيشكوا كيحاولوا يتأكدوا من ديك السيارة، كيلقاوها بلا اسيورونس، وكيصدقوا عاطين مولاها مخالفة ديال 900 الاورو. يعني بنادم يحاول يتفادى هاد المشاكل هادي، وبنادم يرد البال ديالو. وطريق السلام اللي مسافر نقول له طريق السلامة للجميع، وعطلة سعيدة للجميع، وشكرا.